السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى غريبة العيد الجميلة الناعمة الحلوة جدا، تسوية ممتازة، اللون ما تغيرش، لونها واخدة لون خفيف جدا من تحت، شكلها روعة 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 ما شاء الله. تقدري تطلعي من اوردرات، تقدري تعمليها لبيتك، حاجة كده حلوة جدا. بحاجات بسيطة جدا في البيت هنطلع غريبة العيد اللي كل الناس بتعشقها، ناعمة جدا جدا جدا، تسوية مظبوطة مليون في المية. شايفين الشكل عامل ازاي؟ عملتها مفيش يعني، ما خدتش مني اي حاجة، خدت مني حوالي بتهيألي واكتر حاجة هو بس لف الغريبة، هو حوالي كده ربع ساعة كده في الفرن، وخدت مني كده ايه 10 دقايق كده عمية، ما بتاخدش اي حاجة. هنقول بسم الله وندخل على الطريقة. معايا 500 جرام من الدقيق، معايا 250 جرام من السمنة، معايا 125 جرام من السكر. طيب انا يعني ايه يعني الدقيق وبعد كده نصه سمنة ونص السمنة سكر، هي كده، هي بتبقى كده، بتبقى 4 2 1 بتتقسم كده 4 2 1، فاهميني؟ يعني ده نص ده نص ده 4 2 1، فاهمين كده؟ يعني الدقيق وبعد كده نصه سمنة ونص السمنة سكر، تقسميهم كده، يعني 500 جرام من الدقيق، 250 جرام من السمنة، 125 جرام من السكر. ديت مقادير غريبة مظبوطة بالملي. تابعي معايا بقى الفيديو للآخر عشان هقولك ايه العيوب اللي ممكن تقابلها في الغريبة وازاي تتفاديها. طب لو قابلتي اي عيب في الغريبة ازاي تتصرفي، لان الغريبة الحاجة الوحيدة اللي تقدري تتصرفي فيها وتقدري انك تعالجي اي حاجة فيها، حاجة من نواعم العيد. مش هقولك هي ما بتبص، بتهيألي ما بتبص خالص، من اقل حاجه بتطلعي احلى غريبه معاكي. طب هتقولي يا ام كريم انا مش هعير بالميزان، قولي لي معيار بالكوبايه. هقولك مثلا لو هتعملي 4 كوبايات يبقى 2 عليهم سمنه، يبقى 1 عليهم سكر. هتعملي 3 كوبايات يبقى كوبايه ونص سمنه، تبقى 3/4 سكر. كده خليكي ماشيه المعيار كده، ده نص ده نص ده، ان كنت هتعايري بالكوبايه او كنت هتعايري بالميزان. تمام. ولو كنت هتعايري بالكوبايه يا ريت كل الكوبايه تكون واحده وموحده. حطينا الاول اول حاجه في الغريبه ان يكون السمنه مش بدرجه حراره المطبخ، لا، تكون بدرجه حراره التلاجة. يعني تكون انت مطلعاها من التلاجة وقاعده في التلاجة حوالي نص ساعه على الاقل. الحقيقه انا ما قدرتش اقعدها في التلاجة اكتر من ربع ساعه او 10 دقايق، لاني كنت مستعجله وكانت السمنه لسه جايبينها يعني شايلينها من المحل، والجو الايام دي حر. بس انت خلي السمنه بتاعتك في قلب التلاجة تديكي فوليوم في الضرب احسن، وتخليها معاكي كريمه احسن يعني اكتر. فحطيتي السمنه مع السكر وابداي اضربي. الخطوه دي اهم خطوه في الغريبه، اهم حاجه في الغريبه هو كميه الضرب اللي هتضربيه السمنه مع السكر، ان هي تسيح وتبيض وتعمل ايه وتبقى هشه كده وحلوه، تخلي لكم الغريبه بتاعتك حلوه جدا. وبعد كده حطيت ذرة ملح على الدقيق، وبعد كده بدأت انزل بالدقيق. طبعا اي نواعم عيد ما بتتعجنش خالص خالص خالص. ابدأي انزلي بشوية بشوية كده وقلبي الدقيق. طبعا هشيل بقى المعلقه بتاعتي، لان طبعا مش هقدر احس بالعجين خالص. انا حد من الناس اللي بتحب تعجن بايدها عشان تحس بملمس العجين واعرف هو محتاج ايه. فبدات كده اني اقلب، ما بتعملش ما بعجنش خالص، لا، بقلب بصوابعي، بس بقلب بصوابعي علشان الدقيق ايه يدخل في السمنه والسكر بتوعي، والسمنه بتاعتي تشرب الدقيق. اول حاجه هقدر اقولها لك، لو طلعت الغريبه بتاعتك ناشفه، انا حسيت ان هي ناشفه وحسيت ان هي محتاجه كمان سمنه، حطت لها معلقتين من السمنه، طلعت معاكي مفروله زي ما انت شفتي كده في الاول، وحسيتي ان الدقيق كده عامل. انا بقول لكم انا حطت لها معلقتين من السمنه، هنا بوريكم لان مش عارفه الكاميرا ايه اللي جرى لها في الوقت ده. فحطت لها معلقتين من السمنه. طيب انت حسيتي كده ان الغريبه بتاعتك مفروله زي ما قلت لك؟ ده تقولي لي ده من ايه يا ام كريم المقدار مش مظبوط؟ هقول لك لا، هو المقدار مظبوط بالظبط. ممكن تطلع معاكي كده زي محتاجه معلقتين كمان من السمنه، وممكن تطلع معاكي حلوة وجميلة جدا، ده حسب نوع الدقيق. يعني المقدار مظبوط معاكي جدا، بس ده كله بيكون حسب نوع الدقيق. في دقيق بيشرب السمنة، وفي دقيق لا بنطر السمنة. فاحنا هنمشي على المقدار من اول زي ما احنا ايه قلت لك. واحتاجتي المعلقتين من السمنة تمام، احتاجتيهم، ما احتاجتهمش خلاص ما تحطهمش. والعجينة بتاعتك حلوة كده، عجينة الغريبة زي اي حاجة من نواعم العيد ما بتتلمش معاكي، لا، انت بتكوريها بين ايدك كده وتحسي هي قد ايه لينه. بعد كده حطيت
معلقة من الكاكاو على نص الخليط، على نص الكمية. احنا بنحبها بالكاكاو وبنحبها بيضة كده، هي اصلا الغريبة تتحب في كل حالاتها. حطيت الاول معلقة من الكاكاو، حطيت عليهم معلقة من السمنة وبدأت اعجن علشان تكون الغريبة بتاعتك كلها واحدة، ما يكونش مثلا اللي بالكاكاو انشف شوية من اللي من غير الكاكاو. فانا عايزة الغريبة كلها بتاعتي تكون ناعمة جدا جدا وحلوة قوي. فانا الحقيقة قلت المعلقة مش كفاية، فحطيت كمان نص معلقة، وهرجع احط كمان نص معلقة. يعني انا في الاخر حطيت معلقتين من الكاكاو لاني بحبها غامقة اكتر. انتي حابة لحد هنا معلقة ونص كانت برضو اللون حلو ومقبول، لكن انا حطيت معلقتين لاني بحبها غامقة، او بحب اللي بالكاكاو تكون غامقة قوي. ده بقى بتكون حسب رغبتك. زي ما قلت لك بتزودي مع الكاكاو معلقة من السمنة علشان تعادل التانية والاتنين يبقوا طريين مع بعض. ما تعجنيش برضو كتير وتقلبي كتير في اللي فيها كاكاو، علشان ما تعضمش منك وتنشف منك وتبقى الغريبة بتاعتك مش ناعمة ومش حلوة. فاحنا انا مسكت كده وهوريكم الوقت العجينة البيضة عاملة ازاي. انا لما تكوري كده بايدك كده العجينة بتحسي خلاص ان هي لمت في ايدك. يعني هي بتلم في ايدك، لكن هي في الاول في العجن بتحسي ان هي لسه مفرولة ليه، لا بتلم. والسمنة بتاعتها كده كل ما تعجني كده حتة في ايدك تلاقيها لمت وطرية جدا. انا بقول لكم شايفين قد ايه هي طرية. عجينة الغريبة بتكون طرية كده، طرية قوي. تمام. بعد كده هدخل المقدار بتاعي ده التلاجة. بس قبل ما ادخلها التلاجة خطوة ما تستغنيش عنها ابدا، حتى لو انت بتعملي غريبة من سنين السنين. انا واحدة بعمل غريبة كتير جدا جدا جدا، بس الخطوة دي ما بستغناش عنها. ان اعمل ان اعمل تيست للغريبة بتاعتي علشان اشوف هي محتاجة او اللي ممكن يكون ناقصها. بدل ما اقعد اشكل الصاج كل اللي هعمله او الصينية كاملة اللي هعملها، بحط كده في صينية صغيرة 4 من الغريبة او 3 او 2 على حسب، وادخلهم الفرن واسيب بقيه الغريبه بتاعتي ترتاح. دخلتها التلاجة، بتسيبها في التلاجة حوالي ربع ساعه 10 دقايق ترتاح بس كده، وتمسك كده نفسها عشان تقدري تشكليها وتكون كويسه معاكي. وبعدين شكليها بالحجم اللي تحبيه. انا بحبها حجمها صغير كده. على فكره مش لازم وانت بتشكلي لا تتكي على الغريبه، ولا يقولك انزلي كده شويه ولا اطلعي كده شويه ولا اي حاجه خالص، لا. انت بتعمليها كده بالشكل المدور ده، وهي الغريبة من الحاجات اللي بتسوي نفسها وتخلي شكلها حلو جدا جوه الفرن. هي ما بتستوى بتسوي نفسها من نفسها. فانت حتى لو عملتيها وسبتيها عالية كده زي ما انا بعملها، بعمل كورة وارميها في الصينية وخلاص، هي بعد كده بتشكل نفسها وتسوي نفسها، وبتبقى حلوة قوي وجميلة جدا، والشكل بتاعها كله بيطلع واحد. فما تقلقيش من الحتة دي، بس حاولي بس ان هي تكون كلها نفس المقاس علشان تكون كلها نفس السوى. واعملي الغريبة بتاعتك صغنونة كده، هي بتزيد سيكة بسيطة، بس المقادير ديت هتعرفك ان هي ما بتزيدش خالص. من الحاجات بتاعت الغريبة اللي احنا بنوصل لها، ان مثلا الغريبة بتاعتك تكون ناشفة فتشقق منك ووشها يفتح منك، تبقى بالنسبة للغريبة دي هي ناقصة سمنة، فتزودي لها شوية من السمنة. طب لو الغريبة بتاعتك فرشت كده وفلطحت، تبقى الغريبة بتاعتك ديت سمنتها كتير، فانت تحطي لها شوية دقيق. تمام. هي الغريبه زي ما قلت لك من الحاجات اللي بتتدوى، علشان كده بقول لكم اعملوا لها تيست في الاول، عشان لو فيها اي حاجه تقدري انك تلحقيها كده في الاول من قبل ما تكملي تشكيل. انا الحقيقه واثقه في الغريبه بتاعتي، وكان قعدتها 10 دقايق في التلاجة. كانت اللي في الفرن لحد الان لسه في الفرن، وسبت لكم كده الترتيب زي ما هو. اللي في الفرن كانت لسه، بس انا بصيت عليها حسيت ان خلاص داخله على السوا، ما حصلهاش اي حاجه، لا فتحت من فوق ولا فرشت ولا اي حاجه ولا زادت زياده وحشه. فخلاص كده تمام وزي الفل، هتطلع حلوه قوي. قلت بقى اما اقوم عايزه اخلص، كنا متاخر، فقلت اما اقوم بقى اشكل بقيه الغريبه بتاعتي. وقفت كده وشكلت شويه، وبعد كده ما اقولكوش قعدت على الفرشه وجبت الصينيه ودمت جنبي، وقعدت عملتهم وانا بتفرج على المسلسل. والحقيقه حطيتهم في الفرن ما طلعوش الا بعد الفجر. يعني كنت ساعتها خلاص صايمه، ما دقت بس اللي في الصينيه الصغيره اللي طلعوا في الاول انا واولادي، لكن اهو اللي طلعوا دول كان قبل ما دوم يدخلوا. دخلت ديك الفرن بقى ما طلعتش بقى الا بعد الفجر. ما دقتهاش بقى. بس انا كده كل واحد فينا خد واحده، جوزي خد واحده، وكل واحد من العيال خد واحده، وكانت طعمها حلو جدا وجميله قوي. ودي كانت اول حاجه اللي انا عملتها. بعد ما التست ده بقى خرج، ندخل بقى الصينيه واحنا مطمنين. وزي ما قلت لكم حتى لو انت بتعملي الغريبه من سنين،
برضو لازم تعملي كده. شايفين الغريبة طلعت من الفرن شكلها عامل ازاي؟ سوت نفسها وبقت حلو جدا. ممكن تقعد في الفرن حوالي 25 دقيقة، من 20 ل 25 دقيقة على نار هادية جدا. نار هادية كده زي مثلا الكحك، علشان هي كلها سمنة وسكر، فاحنا عايزينها تستوى من جوه ومن بره. الغريبة النار بتاعتها هادية زي الكحك، علشان تكون معاكي ناعمة وسويها حلو. احلى سوي للنواعم وللغريبة هو الصواني الألمونيا، وتكون على نار هادية. حابة تعمليها في فرن البوتاجاز، هتحط الشبكة على أول درجة وتهدي النار وتسيبيها مع نفسها. وبرضو ما بتفتحلهاش الشواية، لأن هي بتطلع بيضة زي ما هي كده، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بتاخد بس لون خفيف كده من ايه، من تحت، مفيش اكتر من كده. ده سوية الغريبة بتاعتنا زي ما دخلت الفرن زي ما طلعت، بس طالعة ايه، ناعمة وجميلة وحلوة قوي. وطبعا احلى سوي لنواعم العيد هي الفرن الغاز. الفرن الغاز بأنبوبة، الفرن ده سويه حلو جدا بالذات في الغريبة، بيخليها ناعمة وجميلة جدا وبيديها ايه، طعم حلو قوي. كمان انت لو حابة تزودي اي سمنة للغريبة بتزود ليها. اما الغريبة بتتعملش بزبدة خالص، بعيدوا عن الزبدة نهائي، تتعمل بسمنة، لان الزبدة بقى فيها كمية من المية. تمام. فالغريبة بتاعتي طالعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طالعة حلوة قوي قوي، مبسوطة من نتيجتها مليون في المية. على فكرة انا بقى بعمل غريبة العرايس كمان، فممكن تطلعيها اوردرات. انا الحقيقة ما كانش عندي ساعتها كريسبي خالص، شايفين هي ناعمة قد ايه، فعلشان كده ما زينتهاش باي ايه، إيه اللي هو اللولي اللي بيبقى فوقها من فوق ده. حاجة كان نفسي اعمل وازينها باللولي ده، بس خلاص بقى كنا اتأخرنا، وانا قررت اعملها كده في وقت متأخر علشان انزل لكم الفيديو ده بكرة، لان الحقيقة كان ما عنديش فيديوهات في التليفون، فقلت لا لازم انزل لكم فيديو بكرة ويكون حلو. شكلها حلو جدا ومميز. لو انت اول مرة تشوفي قناتي، ما تنسيش بقى تشجعيني كده بلايك واشتراك في القناة، علشان اقدم لك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.